سيداتي سادتي أينما كنتم من الفضائل الإثرية نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة أخبار هذا المساء. أستهل معكم أنا عبد الله محمد علي بالعناوين. أنشطة فعالة لنظافة مدينة كرن. تقييم أنشطة أعضاء الجبهة الشعبية في ميلبورن أستراليا. دعم للأسر المحتاجة في غودايف. وكالة الطاقة الذرية تكشف اعتزام إيران تخصيب اليورانيوم. الصين ترفض أحدث عرض لإجراء محادثات مع تايوان. وكورونا يضرب بقوة في الولايات المتحدة الأمريكية وقفزة في الوفاة. أهلا بكم من التفاصيل. أوضحت إدارة مدينة كرن أن أنشطة شعبية وخدمية تجري لضمان نظافة المدينة ووضع حاويات لجمع النفايات في معظم المناطق. وأوضحت المدير التنفيذي لإدارة مدينة كرن السيدة لتنقص أبرهة القيام بأعمال صيانة وإصلاحات في مبنى ذبح المواشي لتخفيف المصاعب وتوظيف العمال لمتابعة النظافة، غير أن المبنى يحتاج إلى إصلاح جذري. وذكرت بأن تركيب خزان ملء اسطوانات الغاز عام 2017 خفف من المصاعب، لكنه لا يسد الطلبات الكبيرة، ويجري التفاهم مع الجهات المختصة لإيجاد الحل. وأشارت المسؤولة إلى وجود أكثر من 900 بقرة ألبان، منها حوالي 800 من أبقار الجاموس أنتجت العام الماضي حوالي 1,000,000 لتر من الألبان، وتقديم أكثر من 18,000 من الفراخ بأسعار مناسبة لتوفير منتجات البيض. وقالت السيدة لتنقص أبرهة أن إكمال بناء سد شنارة وإصلاح مجال الصرف الصحي من أهم برامج عام 2021. قيم أعضاء الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة في مدينة ميلبورن الأسترالية أنشطتهم لعام 2020 ووضعوا برامج عمل لهذا العام. وأوضح رئيس الفرع السيد ميكيل أبرهة في الاجتماع الذي حضره قنصل إثريا العام السيد محارة خستيل الأنشطة التي قام بها أعضاء الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة بالتعاون مع الاتحادات الشعبية الأخرى مساهمتهم للتصدي لوباء كورونا. وأكد المشاركون بعد مناقشاتهم التطورات الآنية على العمل لإنجاح البرامج الوطنية. وقال قنصل إثريا العام السيد محارة خستيل في الكلمة التي ألقاها أن وباء كورونا أثر على الحياة الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين، ورغم ذلك قاموا بتبرعات لدعم الجهود الحكومية والشعبية في إثريا للتصدي للوباء. وقدم شرحا عن أوضاع البلاد والمنطقة داعيا أعضاء الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة تعزيز دورهم في المهام المرحلية. قدم المحسنون أكثر من 63,000 نقفة ل90 أسرة محتاجة في ضاحية غودايف بالإقليم الأوسط في الأول من يناير بمناسبة العام الجديد. وأوضح مدير الضاحية السيد تولديز في المناسبة أن الدعم يأتي مواصلة للإعانات الشعبية المقدمة للمحتاجين، وشكرت الأسرة الحاصلة على الدعم بالمساعدات المقدمة. استشهد في الأول من يناير مدير مكتب وزير الشؤون الخارجية المناضل تهيي فاسيل جراء مرض ألم به عن عمر ناهز 73 عاما. والتحق المناضل تهيي فاسيل بصفوف قوات التحرير الشعبية في شهر مارس عام 1975، وخدم قبل الاستقلال في القوات المقاتلة وجهاز التجارة وجهاز المالية والمحاسبة ومفوضية الاقتصاد. وبعد الاستقلال عمل في وزارات المالية والنقل والاتصالات والشؤون الخارجية بمختلف مستويات المسؤولية. وعمل المناضل تهيي خلال عمله في وزارة الشؤون الخارجية من عام 2002 مستشارا دبلوماسيا في السفارة الإثرية في الولايات المتحدة الأمريكية ل5 أعوام، وعام 2008 و2009 مسؤولا لدائرة أوروبا وأمريكا في الوزارة، ومن عام 2010 وحتى يوم استشهاده مديرا لمكتب وزير الشؤون الخارجية. المناضل الفقيد تهيي فاسيل أب ل3 أبناء،
وقد وري جثمانه الثرى عصر السبت 2 في مقبرة الشهداء في أسمرة. وتعرب وزارة الشؤون الخارجية عن بالغ حزنها على استشهاد المناضل تهيي فاسيل، وتقدم تعازيها الحارة لأسرته ورفاقه وزملائه. السادة والسيدات، إلى فاصل من ثم نوافيكم بالأنباء العالمية، فتكرموا بالبقاء معنا. أهلا بكم من جديد. أعلن المتحدث باسم الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن طهران تعتزم تخصيب اليورانيوم بنسبة تصل إلى 20% حسب ما أبلغت إيران الوكالة. ويأتي القرار الإيراني تنفيذا لقانون أصدره برلمان البلاد مؤخرا في خرق واضح لنصوص الاتفاق النووي المبرم بين طهران والدول الكبرى العام 2015 القاضي بأن لا تتعدى نسبة التخصيب 4.5%. وتصبو إيران التي إلى التحرر من التزاماتها النووية، وبخاصة بعد اغتيال العالم النووي محسن فخريزادة. وكشف المتحدث قائلا أن إيران أبلغت الوكالة بنيتها تخصيب اليورانيوم في منشأة فورد المقامة تحت الأرض تطبيقا لقانون تبناه مؤخرا البرلمان الإيراني. وتتحدث الوكالة في أحدث تقرير لها نشرته في نوفمبر عن عمليات تخصيب تجريها إيران تتخطى نسبتها المعدل المنصوص عليه في الاتفاق النووي، مع مواصلة الجمهورية الإسلامية التقيد بنظام التفتيش الصارم الذي تجريه الوكالة. حافظت بكين على موقف قوي في خطاب العام الجديد، ورفضت العرض الأخير الذي قدمته تايوان لإجراء محادثات، قائلة أن الحكومة منخرطة في حيل رخيصة واستفزازات. وكانت الرئيسة سو تشي قالت في خطاب العام الجديد أن تايوان مستعدة لحوار هادف مع الصين حول مبادئ المساواة والكرامة، بشرط ألا توافق بكين على تنحية المواجهة جانبا. وتعتبر الصين الديمقراطية السيادية من أراضيها، وتوقفت المحادثات الرسمية في عام 2016 بعد انتخاب سوكي، مدعية أنها كانت تميل إلى الانفصاليين بشأن إعلان رسمي للاستقلال. وتصاعدت التوترات في الأشهر الأخيرة مع تكثيف الصين لنشاطها العسكري بالقرب من الجزيرة، بما في ذلك طائرات مقاتلة تحلق فوق منطقة مضيق تنجانيق التي عادة ما تكون منطقة عازلة غير حكومية. تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة مستوى 20 مليونا، مع سعي المسؤولين لتسريع حملة التطعيم وظهور سلالة أكثر انتشارا في ولايات كولورادو وكاليفورنيا وفلوريدا. وشهدت الولايات المتحدة غبطة في عدد الوفيات اليومية بالفيروس منذ عطلة عيد الشكر، حيث توفي 78,000 في ديسمبر. وحث السيناتور ميت رومني الحكومة الأمريكية على إدراج الأطباء البيطريين والأطقم الطبية العسكرية في فرق حملة التحصين باللقاحات. وزاد معدل انتشار العدوى في الولايات المتحدة خلال النصف الثاني من العام الماضي، ورغم موافقة السلطات الأمريكية على لقاحين الوقاية من الفيروس، إلا أن التوزيع لا يسير بالوتيرة التي تستهدفها الحكومة الأمريكية. من خلال الزخارف المتقنة والمتألقة، اكتسب فني الشاحنات الباكستاني حيدر علي على شهرة واسعة في الخارج، ودفع المتاجر في الغرب لمتابعة هذا اللون القريب من الفنون الذي يقدمه. فن الشاحنات في باكستان يعتمد على التلوين بشكل مميز، لكن تطور الأمر للرسم على أجنحة الطائرات. ويأمل حيدر أن يرسم طائرة من طراز إيرباص أو بوينغ في المستقبل، قائلا أن فرصة العمل على مثل هذه الطائرات العملاقة ستكون حقا تجربة تعليمية. ويخطط حيدر لرسم طائرات بهدف الترويج للسياحة في باكستان، خاصة بعدما أصبح هذا الفن أحد أشهر الصادرات الثقافية الباكستانية في السنوات الأخيرة. واستخدمت اليونسكو فن الشاحنات الممزوج بمواضيع السكان الأصليين لتعزيز تعليم الفتيات في شمال غرب مقاطعة خيبر بختونخوا.
مع هذه المحطة نكون قد وصلنا إلى ختام هذه النشرة، في أمان الله وحفظه.